اللي حصل في ماتش الزمالك ومودرن سبورت من فضايح تحكيمية ومبدئيا كده. عدم وجود فار كان المفروض مودرن يعترض، بس انت ضيعت الفرصة على نفسك، لان اللي بيحصل ده، اللي حصل ده في مباراة الزمالك ومودرن، ده نتيجة الصياح والضغط اللي عملوه، اذا كان احمد حسام ميدو واعوانه اللي عملوه على التحكيم. الحكم طلع نزل، الحكم بشر، بينزل الملعب يقولك لو حسبت دي على الزمالك هتبقى السهرة عليا النهاردة، السوشيال ميديا كلها هتطلع تقوم عليا النهاردة، فيروح متغاضى، يتغاضى. ده نتيجة الضغط اللي بيعملوه. يعني ايه مفيش فار؟ والماتش اللي اللي بتلعب معاه في نفس اليوم في فار كاس، وماتشك انت مفيهوش فار. ازاي تلعب الماتش وهو مفيهوش فار؟ ازاي ما اعترضتش، ما وقفتش الدنيا يعني؟ عشان اللي يحصل ده، اللي حصل امبارح ده كان يحصل. محمد السيد عدى كوارث وجرايم، جرايم. ماتش بوكس على ماتش كاراتيه وبعدين ايه اللي عمله دونجا هو ومدافع مودرن ده؟ ايه البراويتا اللي هم لفوها حوالين بعض دي يعني؟ ويقول لك شفروا الدوري. شفروا ايه؟ بس الله وكيل، انتوا اللي عايزين تتشفروا.